السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بقى هعمل معاكم روتين كده. وفي آخر الفيديو هقول لكم الروتين ده بعد ايه. بصوا هنا الضرفة دي بتاعت الملاية، غيرت الرصة بتاعتها عشان كنت زهقت منها وكده. وده اللحاف انا حطيته هنا، لقيت المكان ده فاضي، قلت خلاص هستغله واحط فيه اللحاف بدل ما انا مش لاقيه حته احطه فيها وهيتبهدل معايا. هنا برضو الضرفتين دول، الضرفه اللي تحت شلت رف منها ورصيت الحاجه اللي كنت انا عيناها قدام الدولاب. بصوا انا هنا كنت باخد رايكم ان انا اغير الركنه بتاعتي، يعني ايه زهقنا وكده. فهو الظهر بتاعها اسمر، فانا لقيت عندي الركنه القديمه بتاعتي كان في منها فرش ابيض ياما زي ما انتم شايفين كده. فقلت والله يا انا ايه، يا انا عاملاه من فوق ومن على القاعده بتاعت الركنه، قلت عشان يديني تغيير كده وشكل حلو. لكن الحته الاخيره السمرة دي هي الركنه بتاعتي لونها كده اسمر في احمر. انا حبيت اسيب الجزء ده عشان اوريكم الجزء اللي عملته والجزء التاني. الجزء اللي عملته منور الحيطه وتحسوا الركنه كده منوره. فاللون الابيض اصلا، بيدي وسع، بيدي شكل جميل. بصوا بقى هنا كنت خلصها كلها الحته المشجره دي، ما لقيتش حته بيضه، فلقيت الحته المشجره عندي، قلت هحطها برضو هتدي تغيير كده وشكل حلو، تغيير بس للنظر. وفعلا الحيطه نورت خالص والركنه بقت منوره والمكان كده بقى واسع. الحاجات البيضه دي بتدي وسع للمكان وبتخلي المكان شكله جميل. هنا بقى غسلت الترابيزة الإزاز دي ولمعت البفات ولمعت الأرض وفرشت الجميلة دي، جايباها من عند أختي، ففرشتها كده وظبطت الدنيا كده. يعني أنا بصراحة كنت تعبانة جدا، وبقالي 4 أيام ما كنتش روقت الشقة خالص، كنت تعبانة جدا جدا. فجسمي بيترعش وجسمي كله، والله ما هتصدق، عضله بينشر عليا من دماغي لرجلي واعيط مش قادره. فالنهارده بقى قلت لا، انا لازم اقوم الشقه، بس ما بضغطش على نفسي. اما ببقى تعبانه بنام، اقول اللي يتوسخ يتوسخ، انا مش قادره هموت. فاما بنهض اقوم اعمل، لكن طول ما انا تعبانه ما تضغطوش على نفسكم، لان هتروقوا وهيتوسخ وانت اللي هتضغطي على نفسك وهتتعبي. لكن طول ما انت كويسه بيبقى ايدك في الحاجه، فخليكي دايما جسمك ليه راحه. انت تعبانه خلاص ارتاحي. هنا بقى الستاير البرقع دي انا بغسلها مره واحده، اللي هي زي مثلا في عيد ولا في حاجه، وبعد كده بالبخاخه بحط معطر وبخ عليها، بتطير التراب وبتخليها اللي بتضوي زي ما انتم شايفين كده. ما استغناش عن الستاير دي، بتخلي شكل الصاله جميل. الستاير دي عندي ما شاء الله بقالها 8 سنين، وتشوفيها تقولي جديدة، لأن دايما ايدي في حاجتي وبحب انضف حاجتي وانضف شقتي واجدد فيها. فهنا بقى فرشت الحافظة كده على السجادة، لأني لسه ما غسلتهاش، كنت هعينها للعيد بس أنا لسه ما غسلتهاش. فقلت أفرشها كده تدي تغيير برضو، لأن طبعا الواحدة ما بيبقى قايم كده عينيك اما بتزهق من المكان وتحسي نفسك زهقتي ومودك وحش، اعملي أي تجديد في الشقة. شيلي مثلا سجادة، حطي سجادة تانية، شيلي سجادة وحطي حافظة، شيلي ملاية وحطي ملاية جديدة خالص ما فرشتهاش، رش معطر وسيقي الأرض، هتحسي نفسك مرتاحة. تغيير كده وتحسي نفسك ايه، مرتاحة. حتى اما محمود جه من بره عجبه شكل الركن قوي وقال لي ده تغيير حلو، شكلها جميل ومديه وسع وكده. بصوا ده العلاج اللي احنا كشفنا وجبناه، ده بتاع مريم، واللي جنبه برضو بتاع مريم. وده الغسول بتاع محمد اللي انا قلت لكم عليه، هوريه لكم في اخر الفيديو، عشان محمد بيطلع له دمامل كتير. ربنا يعافي اولادكم جميعا يا رب ويبارك لكم في عمرهم ويخليه لكم. هنا بقى خلاص انا كنت روقت السرير ده وفتحت الشباك كده وهويت الأوضة للشمس تدخل، وظبطت الشقة كده زي ما انتم شايفين. اليوم ده بقى الروتين ده أصلا كان يوم السبت، كنت أنا لسه داخلة من المستشفى، وقلت ايه خلاص كده هزر مع محمد شوية واحط العلاج بتاعه جوه وارتاح شوية. كنت بكشف على محمد ومريم كانوا تعبانين. فانا من بعد الروتين ده وانا عييت 4 ايام، ده روتين يوم السبت. الروتين اللي انا عاملاه لكم ده يوم التلات، من يوم السبت ليوم التلات وانا راقده مش دريانه بالدنيا، وعظمي كله بينشر عليا وهبوط جامد. فهنا بقى كنت جيت من المستشفى كنت زي الفل، وكنت فتره بره وكنت زي الفل. فهنا بقى لسه داخلين انا ومحمد كان في المستشفى، قلت اهزر معاه واقوم اعمل روتين، ما قدرتش.
بعد الحتة دي أنا نمت أنا ومحمد مش دارانين بالدنيا، أنا ومحمد ومريم فضلنا تعبانين 4 أيام. هنا بقى خلاص محمد باين طويل قوي في الكاميرا. بصوا ده العلاج اللي الدكتورة كتبته له من بره، ده غسول، بصوا شكله عامل ازاي، فعامل كده زي الرصاص، زي مادة الرصاص. فهم شوفوا حبة قد ايه في الازازة، قال لي امليها مية دافية وخدي منها غطا على كوباية مية دافية وبمنديل ودعاكي الدمامل اللي فيه دي، وبعدين ادهن المرهم اللي انتوا شايفينه ده واديله مضاد حيوي شرب. فربنا يشفيه يا رب. هنا بقى كنت زودت المية اللي هم قالوا عليها اهي، وبقى ده لونها وده شكلها، وباخد كده غطا منها على كوباية مية دافية وبدعكله الدمامل دي وبدهله المرهم اللي الدكتورة قالت عليه. ربنا يشفى اطفالنا جميعا، وبديله مضاد حيوي برضه.